السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات أم البنات. صلوا جميعا على خير الأنام، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أجمعين. كما رانا نشوفوا رانا حاطين فوق الطابلة الخرشف. اليوم نشوفوا كيفاش نقوا الخرشف بطريقة صحيحة وكيفاش نكونجليوه، وكيفاش نحتفظوا به، ماشي نكونجليوه، نحتفظوا به في الثلاجة. يشد لكم من 15 حتى ل 20 يوم بطريقة جد سهلة. هاوليك الخرشف تاعنا. كما نعرفوا الخرشف دائما يكون معمر بالأتربة. باش نقوه لازم نقوه بطريقة، لازم نقوه كما رانا نشوفوا. يعني ما كاش اللي ما يعرفش ينقي الخرشف، لكن بهذه الطريقه نضمنوا انه راح ننظفوه مليح. واش نحتاجو هاد لافيت هذه راهي جديده ماهيش مستعمله. جبتها خليتها مباشره، خليتها سبيسيالمون للخرشف. نبداو نحكو فيه بهذه الطريقه من الداخل، على بالنا بلي كاين هذيك القشره رقيقه صعيبه باش تنح بالموس. نحكوه من الداخل. شوفوا هاوليك من براكم شفتوا كيفاش راه موسخ، دوك تشوفوا كيفاش يولي. نحكوه بهذه الطريقه. هاد لافيت هايديك شويه خشينه، نقدروا مام نحكوه بهذوك لي لافيت تاع السلك هذوك. دوك تشوفوا هنايا يولي يشعل شعيل يعني وحده، يتنحالو كلش. ومام هذوك الخيوط هاوليك شوفوا كيفاش ولا. هنايا نحو هذوك الطرف ديالو، هذوك الطروفه اللي منا ومنا نقطعوه عادي، نحطوه في الماء والخل. هنايا عندي ماء وخل، ونزيدوا له دركا كي نقطعوه، نبداو نقطعوه ونحطوه هنايا. نزيدوا له نص حبه قارص، نقطعوها على 4 ونحطوها تماك. القارص يخليه يحافظ له على اللون ديالو باش ما يكحلناش. هاي لك القارص ديالي. نقسم هاد الحبه على 2، والنص هذاك نقسمه على 4 ونحطه في الماء ديالي. يعني عمليه سهله. وين راه الاختلاف غير في لافيت هذيك تاع اللي نحكو بها العرف ولا الغصان تاع الخرشف ديالنا. نزيدو واحده اخرى. هاي ليك نحو هذا الورق، هذو هما الاولين هكذا، ومن بعد نحو هذا الكوتي ونحو هذا الكوتي، ونجيبو لا لافيت تاعنا. شوفوا كي ندير بلا لافيت بهذه الطريقه، هاهي شوفوا كيفاش تولي. شوف شغل مغسوله، حتى هذوك الخيوط يولجونا ساهلين باش نحوهم. ها ما كاش الخيوط، ما كاش. نقطعها هكذا وندير. هاوليك نقيناه كامل. الان نغسلوهم مليح. يعني حنايا كيما حكيناه بلا لافيت هذيك نحينا له كلش. شوف نغسلوه مليح ونديروه في طنجره مع نديروا له الماء ومع القارص. هادو الطراف تاع القارص ما نحوهمش، نديروهم تاني في الطنجره ونحطوه يغلي ونعاود نولي. دركا بعد ما بدلنا له الماء بليزيور فوا او عده مرات ودرنا له الطراف تاع القارص، نحطوه يغلي. واش نحسبوا له من بدايه الغليان، غير يبدا يغلي نحسبوا 5 دقائق ونطفيه. هاوليك الخرشف ديالنا بعد ما غلى 5 دقائق خليناه برد مليح. هاني نمس برد مليح. واش ندير؟ نجيب بيدون، عندي انا هاد البيدون بورت مونجي اون بلاستيك ولا بيدون. انا عندي هاد البيادن كيخلص منهم الفرماج، نغسلهم ونخبيهم باش نستعملهم في اغراض اخرى. نفرغوا مباشره لهنايا كما رانا نشوفوا. هاهو هاهو هامليك مازال فيه قلت لكم القارص ما نحوهولوش،
يقعد فيه لي مورسو هذوك تاع القارص. نزيدوا له نص حبه قارص نديروها هنايا معاه، نغلقوا عليه مليح مليح، نغلقوا مليح كما نشوفوا باش ما يدخلوش الهواء. ونديروه في الفريجيدير ماشي في كونجيلاتور، نديروه في الفريجيدير من تحت. كما قلت مع مسبقا يشد لكم، تقدروا تحتفظوا به من 15 حتى ل 20 يوم. وكي نجي نخدم به في المره الجايه ان شاء الله نخليه يبطى شويه باش تشوفوه كي مام يبطى يقعد محافظ على روحه. ان شاء الله كي نكون راح نخدم بها راني نعاود نخرجوا وتشوفوه معايا. وان شاء الله تكون عجبتكم هذه التدبيره، والى تدبيره اخرى ان شاء الله اقول لكم مع السلامه.